أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن لائحة البطولة العربية والتي تعرف باسم كأس الملك سلمان 2023 والمقامة في المملكة العربية السعودية. وشهدت اللائحة تعديل في موعد قيد اللاعبين بالبطولة العربية والتي جاءت كالتالي: اللائحة القديمة كانت تنص على لكل ناد مشارك في المرحلة النهائية الحق في أن يسجل في قائمته الأولى 30 لاعبا من المسجلين للنادي بالاتحاد الوطني على أن يختار من بينهم 23 لاعبا قبل البطولة ب48 ساعة. اللائحة الجديدة بعد التعديل: لكل ناد مشارك في المرحلة النهائية الحق في أن يسجل في قائمته 35 لاعبا من المسجلين للنادي بالاتحاد الوطني على أن يختار من بينهم 23 لاعبا في كل مباراة. وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد حدد يوم 25 يوليو كتاريخ انتهاء القيد للاعبين في كأس العرب للأندية الأبطال بقوام 35 لاعبا لكل فريق.